تمام يا دكتور، الحالة التانية وصلت بره. انت كده بتبهرني؟ عسكري ورجليا خدلت من دي، انبهر بقى. مش لايق. طب اعمل حاجة سريعة. مش لايق. حاجة هتبهرك، حاجة بسرعة بس. يلا. وصلت وصلت وصلت. الحالة التانية وصلت. احنا تمرجية بس نبطشية. احنا تمرجية بس نبطشية. اهو بيسقفوا انبهر اهو. يا ابني كل اللي بيسقفوا دول عايزين شاي. يا لهوي ده خلي الحالة تدخل، اتفضل. دي مش أي حالة. ايه؟ ربنا يكون في عونك، بتشوف حالات. يا ابني في ايه يا ابني؟ مفيش، هتعرف دلوقتي. تعالي يا حالة. اتفضلي يا فندم. مساء الخير يا دكتور. مساء الخير. اهلا وسهلا. ايه؟ ايه طيب بقك ايه يعني؟ لا بداري السنة بس. اتفضل داريها بره، اتفضل. ويقول لك الدكاترة مش بيتعبوا، ده انتوا بتشوفوا حالات يا جدع. يا جدع. سوري. اتفضل اطلع بره. أنا واقف في أرض الحكومة. يا ابني احنا بنلعب كرة شراب في الشارع، اطلع بره. خلاص أنا بروق أهو. متروق قبل كده، اطلع بره. ماشي، هفضلك الدنيا مع الحالة. العب العب يابا. أنا بره أهو. ايه ده؟ ايه؟ مفيش. ايه الأداء ده؟ اسف. اتفضل اطلع بره. حاضر. أنا آسف جدا يا فندم. لا ولا يهمك. واضح إن أنا بره. لا بره. راسي بس. مطبخ مجدوع. شاي. ماشي. ها؟ شاي. أنا آسف جدا يا فندم. يوه. يعني. في تيار هوا شديد قوي بره. خدت بالك لما الطاقية طارت؟ شفتيها؟ عجبتك؟ روح اقفل الشباك واقعد جنبه هناك. حاضر. يلا أنا بره. بره على المكتب بتاعي. آسف جدا يا فندم. اتفضل. لا ولا يهم حضرتك. معلش مدام برلنتي. برلنتي. حضرتك كلمتيني وانا قلت لك برضه وقتي ضيق، فيا ريت حضرتك تدخلي في الموضوع على طول. حاضر. اتفضلي. هو انا وعادل عرفنا بعض زمان ايام الجامعه. انت وعادل. عادل ده جوز حضرتك؟ اه. اتفضلي. عرفنا بعض زمان ايام الجامعه وكنا انت ومين؟ ايه ده كلكم عارفين عادل؟ اتفضلي يا فندم. وكنا بنحب بعض قوي، وكان في تفاصيل كتير قوي بينا حلوه لحد ما حياتنا بقت جحيم. برلانتي يا برلانتي. ازيك يا بربر يا حبيبتي؟ ايه يا عادل؟ بقول لك ايه؟ بتحبني؟ طبعا يا حياتي. بتحبني؟ وبقولها يوماتي. بتحبني؟ على فكرة احنا متجوزين. قصدك ايه؟ قصدك تقولي ان انت ما بتحبنيش؟ لا. انت ايه يا اخي؟ ما بتحسش؟ ما عندكش دم؟ ما بتفهمش؟ جاي تقولي في وشي ان انت ما بتحبنيش بعد كل حاجه عملتها عشانك، وفي الاخر خالص تيجي تقولي ان انت ما بتحبنيش؟ هو انت ايه؟ ما عندكش دم؟ ما بتفهمش؟ ما بتحسش؟ ده انا عايزه لك خبر 10 شمعة وبعمل لك كل حاجه نفسك فيها، وبطبخ وبطبخ وبغسل وبغسل وبعمل كل حاجه نفسك فيها. انت ايه؟ ما بتحسش؟ حرام عليك. خليني زي ما بكلمك وما كلمتش نفسي. هو انت في ايه؟ ما عندكش دم؟ رد عليا. يا غير بختك يا برلنتي، يا حظك الاسود يا برلنتي، يا حظك يا برلنتي. انت بتعمل لي لا 2 محملة يعني. تمام قوي. بقول لك ايه يا حبيبتي، هو انا اخر هدية جبتها لك عجبتك؟ مش فاكره كانت ايه. لا مش فاكر، ده من زمان ايام ما كنا ماشيين مع بعض. خلاص يبقى اكيد عجبتني، لان هي لو ما عجبتنيش اكيد ما كنتش هوافق اتجوزك. بتسال ليه بقى؟ ده اختبار على الفيسبوك اللي هو كيف تشتري هدية لشريك حياتك عشان ما يقفش عليه. عارفاه وعملته امبارح. عملت ايه انت؟ عمرك جبت لي هدايا معفنه؟ انت بتعايرني عشان عمري في حياتي ما جبت لك لا. هديه، ويمكن آسف. كل حاجه عملتها خلاص. عشانك. ما ده أنا انا بكنس هفهمك. وبمسح وبطبخ هقولك. وبنضف وبخيط وبزرر انت ايه يا اخي؟ ما عندكش دم؟ ما بتفهمش؟ ما
برلاندي. قوليها دي حلوه. لا قوليها. صح. يا حلمك يا برلاندي. برافو عليك يا حبيبتي. بقول لك ايه، انا هنزل اقعد مع اصحابي شويه لان ريحتك وحشه بصراحه. ايه؟ هقعد مع اصحابي شويه. يعني انت سايبني 24 ساعه قاعده لوحدي بين 4 حيطان بكلم في نفسي، ويوم ما تيجي تقعد جنبي تقول لي الف خلاص. هو ده ايه؟ عليك اللي انت عامله فيا. بس بلع كلب. في ايه؟ هقعد معاك. ما احنا يا حبيبتي مش قاعدين مع بعض. انت اصلا قاعده مع الموبايل وانا قاعد مع الموبايل، مش قاعدين مع بعض. يعني الموبايلات هي اللي مضايقاك؟ هات كده. اتفضل. اهو اتفضل. يعني مشكلتك الأساسية هي الموبايلات. الموبايلات دي تحولت لإدمان. في ناس عندهم دلوقتي إدمان الموبايل، بيقعدوا مع بعض كأنهم مش قاعدين مع بعض، كل واحد مع. هو ده عادل؟ هو المفروض دي حكايتها، أنت مش شايفني يعني. ايوه انا في حكايتي. ما أنت مش شايفني. انا مش شايفك. أيوه. ده عبيط. عموما مشكلة الموبايلات دي ليها حل، لأن هو فعلا بيتحول لإدمان بعد فترة يعني، بس مشكلة جوزك شكلها اللي ملهاش حل يعني. عموما كملي وهنعرف الحكاية. هي مش دي المشكله، المشكله لسه جايه. مش المشكلة الموبايل. لا. أنا قلت اتخلصتوا منه فخلص الموضوع يعني. لا المشكله اكبر من كده بكتير. يا ريت الوقت بعدين. حاضر. اتفضل. وسع. عملت ايه النهارده في الشغل؟ الحمد لله. كان يوم حلو؟ الحمد لله. كلمت مامتك؟ الحمد لله. رحت لدكتور السنان؟ الحمد لله. غسلت العربيه؟ الحمد لله. بقول لك ايه صحيح، هي خالتك هتطلق؟ الحمد لله. انت ايه يا راجل مش طايق لي كلمه اقوم اولع في نفسي؟ يا ريت. الحمد لله. في ايه بقى يا دوله؟ يا ايه؟ يا دوله. يا دوله. احلى 2 بسمع منهم اسمي، انتي وسامح حسين في راجل وست ستات. انت بتعمل ايه؟ بعمل تشيكن. تشيكن فين؟ اوضه النوم. في أوضة بصي النوم؟ تعالي. ايوه اوضه النوم اهي. شايفه اوضه النوم؟ في سرير اهو، في انا واقف هنا اهو، وفي نقطه سوداء وكلبه واقفه هنا. انت الكلبه دي يا حبيبتي. ايه ده؟ انت عملت لايك؟ لا انا بجناحين وانا مش عارفه انا رايحه على فين. طب ما انت عملت لايك لجوزي جه صلاح وما اتكلمتش. لا يا حبيبي، جوزي جاي صلاح ده جروب احنا البنات عاملينه وبنتكلم عليه يا بابا. وانا ايش ضمني ان كلكم بنات في قلب بعض؟ ما يمكن يكون في راجل مدفوس في وسطيك. الو حبيبتي، معلش اتاخرت عليك، انا عارف. لا بصي، من غير ما تنفعلي يا مريم. حاضر يا حبيبي، حاضر، انا جاي على طول، جاي على طول. يلا سلام سلام. اللول اللول. ايه يا اللول؟ انا اعمل ايه اكتر من العبيط؟ قصدك تقول مدام ايمان جت يعني؟ ايه ده، انت فهمت ده من الاشارات؟ لا، ما انا قاري السيناريو. ايوه اتفضل. مدام ايمان. ايوه. وما ادراك ما مدام ايمان. ايوه، قصدك ايه يعني؟ مش قصدي دي، ده انا بشوفها بيجي لي احتقان في الصدر. يلا عايز ايه انت؟ روح نادي مدام ايمان. هناديها وانا هنا. ما عنديش وقت للهزار ده. يرزقني بنظره حتى. مدام ايمان. مساء الخير يا دكتور. مساء النور يا فندم، اهلا وسهلا. عندكم غسيل النهارده ولا ايه؟ يا اخويا معلش، النهارده ليله الخميس انت عارف. عندكم حاجه هتتغسل ممكن اغسلها لكم؟ اتفضل برضه. زميلي الدكتور، يعني انا وهو خريجين جامعه كوسفورد. كوسفورد ملوخيه بشويه كوسفورد. حكايه. اتفضل برضه. والله الدكاتره ربنا وانا عرفت بتجيبوا مجموع عالي ليه؟ لازم تجتهد 7 سنين وتنول بقى بعد كده. يا لهوي. اتفضل بره. منوره يا مدام ايمان، اول مره اشوف العلم والايمان واقفين سوا والله. والله منوره. مش معقول. حاضر. انا ما عنديش وقت. هتشربي شاي؟ لا ميرسي يا حبيبي، شكرا. حبيبي من كوبايه شاي. ده انا لو جبت لها بيره سخنه هتركع قدامي. بره بره، والاسلوب ده مش معايا هنا. طب هبص مش من في عياج. حاضر. اتفضل. ابص من بعيد. بره. انا اسف جدا يا فندم. ولا يهمك يا دكتور. حضرتك. الهوا قلعني البلطو ورماه. بس يا هوا
هزعق له. اطلع بره يا هوا. حضرتك تقدري تبتدي على طول. اوكي يا دكتور، انا هحكي لك كل حاجه. اتفضلي. دكتور انا مشكلتي هتعمل لي هند رستم، اعمل لك رشد اباظه ومرمطك هنا. لا انا بروق بس لقيت فيه فسفوسه هنا. فسفوسه كله تمام. اتفضل. بره عشان ده اخر يوم ليك. لا حضرتك. اخر يوم ليك. طب اخر يوم اقف بقى اتفرج. اتفضل. حاضر. اتفضل. انا بره لو عوزتي حاجه بس اسالي على البروفيسور. اسف جدا يا فندم، اتفضل. ولا يهمك يا دكتور. دكتور انا عندي مشكله كبيره، مشكله فظيعه، مشكله ملهاش حل. مفيش اي مشكله في الدنيا ملهاش حل. اتفضل. بس انا يا دكتور مشكلتي ممكن تاكس الصاروخ دي. تاكس. مين ده يا دكتور؟ حضرتك ده في العادي ما بيحصلش هنا خالص، بس معلش هو يظهر دماغه حصل فيها حاجه. اتفضل. حاضر يا دكتور. عاوزه اقول لك ان انا مشكلتي ممكن توصل للطلاق. ما تبقيش متفائله كده. اتفضلي. متفائله؟ حاضر يا دكتور. انا هحكي لك كل حاجه. اتفضلي. عارف يا دكتور لما جوزك يكون مختلف عنك في كل حاجه؟ جوزي ايه اللي يبقى مختلف عنك؟ قصدك جوز حضرتك يعني؟ واتفر يا دكتور، يعني مش هتفرق. لا مش واتيفر، لا طبعا تفرق جدا. اتفضلي حاضر حضرتك يا احكي دكتور. وبالتفصيل ولازم تبقي دقيقه جدا. حاضر يا اتفضلي. دكتور. حضرتك طبعا عارف ان الواحده مننا لما بتتجوز بتبقى فاكره ان الجواز واحده منكم انت يا حضرتك. يا دكتور حضرتك بتدقق في حاجات صغيره. لان الحاجات الصغيره دي بتوصل لحاجات كبيره بعد. اتفضلي. حاضر يا دكتور. الواحده مننا احنا يعني بتبقى متجوزه وفاكره ان الجواز حب ومشاعر ورومانسيه. ايوه. فجاه تكتشف ان الراجل اللي انت اتجوزته. والله ما اتجوزت راجل، انا متجوز ست يا ستي. حاضر يا دكتور حاضر. فجاه اكتشف ان الراجل اللي انا اتجوزته أيوة. همجي وسطحي وكل تفكيره في البوس. طيب حضرتك احكي لي بس بالتفصيل حكايتك بدأت امتى بالظبط؟ انا حكايتي بدأت من ليلة الدخلة. طيب ليلة الدخلة ومشكلة جوزك ان تفكيره كله في البوس. فحضرتك الموضوع ده شائك جدا، وهو خيط رفيع قوي بين الادب وقلة الادب. فيا ريت تحكي قلة الادب. تحكي الموضوع نفسه بمنتهى الادب بعد اذنك. حاضر، اطفال كتير فهمت. موجودين مش عايزين نفتح عينيهم على حاجة. حاضر. اتفضل.